Welcome all my students everywhere. أهلا بيكم أبطال الثانوية العامة التايهين المتسوحين اللي خايفين اللي من الإنجليزي مرعوبين. إحنا عملنا لكم كورس تمهيدي From Zero to Super Hero. شعارنا في الكورس ده هخليك من الزيرو هتبقى سوبر هيرو. الكورس ده هيبدأ إزاي أكون جملة. The parts of speech. أجزاء الجملة عبارة عن إيه؟ تعالوا نبدأ مع بعض يا حبايبي نشوف الدنيا ماشية معانا إزاي. طيب بالنسبة لنا كل ده الشغل بتاعنا هيكون في الكورس التمهيدي. هنبدأ أول حاجة بالحاجة اسمها parts of speech. يعني إيه parts of speech؟ اللي هي أجزاء الكلام. إيه أجزاء الكلام ده يا شباب؟ في عندنا حاجة اسمها الناون. إيه هو الناون؟ الناون ده اللي هو الاسم. ايه الاسم ده؟ زي اسم انسان احمد، منى، سهى، لبنى، كوثر، سوسن وهكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ ناون. ايجيبت مصر مثلا، وليكن لندن. يبقى اي اسم دوله، اي اسم مدينه، اي اسم انسان، اسم حيوان، اسم جماد، ليهم حاجات كتير جدا هنتكلم عنها في حصه تانية. في عندنا حاجه اسمها البروناون. ايه البروناون ده؟ اللي هو الضمير. الضمير ده اللي بيعود على مين؟ بيعود على الاسم او بيحل محله. وهنعرف دلوقتي في عندنا انواع كتير قوي من الضمائر. بعد كده عندنا حاجه اسمها الفيرب. ايه الفيرب ده؟ اللي هو الفعل. ايه هو الفعل ده يا مستر ايمن؟ هو الحاجه اللي بيعملها الفاعل. اوكي؟ يعني زي بلاي وبلايد والبلاي. ده طبعا ايه؟ كل فيرب بيخش في تكوين ازمنه معينه. ما تقلقش هنعرفها بالتفصيل. في عندنا حاجه اسمها الادجكتيف. ايه هو الادجكتيف؟ اللي هو الصفه. واضح كده من معناها او من وصفها انها بتوصف حد. لما نيجي نقول احمد is tall، احمد بيكون طويل، يبقى اذا tall دي اسمها adjective. لو لاحظت انا بقول احمد is tall، يبقى هنا tall دي صفه جت بعد verb be اللي هو am او is او are. اوكي؟ او بتيجي قبل الاسم يبقى الصفه بتيجي بعد verb be او قبل الاسم. اقول لك she is a polite girl مش girl polite. اوكي؟ يبقى ده الادجكتيف. في عندنا حاجه اسمها الادفيرب. ايه الادفيرب ده؟ اللي هو الحال او الظرف. وده بيصف الفعل. يعني ايه بيصف الفعل؟ ودايما بيجي بعد الفعل مباشره. بمعنى او جمله مثلا لما اجي اقول لك مثلا محمد runs quickly، محمد بيجري بايه؟ بسرعه. يبقى انا وصفت مين؟ لا يا حبيبي، انا ما وصفتش محمد، انا وصفت الجري بتاعه او طريقه الجري بتاعه اللي هي quickly. يبقى كده عرفنا اول اجزاء في البارتس اوف سبيتش: noun، pronoun، verb، adjective، adverb. اوكي؟ طب في حاجه كمان طبعا لسه ما خلصناش البارتس اوف سبيتش. في عندنا حاجه اسمها البريبوزيشن. دي اكتر حاجه بتقلقني وبتخوفني وبتوه فيها مستر ايمن. حروف الجر. ايه حروف الجر؟ زي انه، at وباي وبيهايند وان فرونت اوف وبيسايد. كل دي كده عندنا حروف جر كتير جدا. اوكي؟ يبقى دول كده حروف الجر. في عندنا الكونجنكشنز اللي هي حروف العطف او حرف العطف اللي عندي. اوكي؟ وفي عندنا حاجه اسمها الانترجكشن اللي هو حرف التعجب. دول كده بنسميهم البارتس اوف سبيتش. طيب تعالى نبدا كده مع بعض. هنشوف حاجه اللي هنتكلم عنها النهارده اللي هي مين يا ترى؟ ذا فريز. ايه الفريز دي؟ اللي هي الجمله او العباره. يا ترى بتتكون من ايه الجمله او العباره؟ ايوه برافو عليكم. ايوه subject الاول. subject اللي هو مين؟ الفاعل. subject دي مش معناها ماده دراسيه؟ طبعا معناها ماده دراسيه وكمان معناها موضوع، بس انا هنا النهارده باخدها بمعنى subject اللي هو الفاعل. مين كمان؟ في عندنا حاجه اسمها الفيرب. الفيرب ده اللي هو الفعل، وهنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم عن تكوين الازمنه من الاخر زي ما احنا قلنا شعارنا من ايه؟ from zero to super hero.
في عندنا كمان الكومبلمنت اللي هي التكمله او المكمل. هنتكلم عن السبجكت. ايه هو السبجكت؟ قلنا it divides into two parts، يعني بيتكون من حاجتين، يا اما بيكون nouns يا اما ايه pronouns، يا اما اسماء يا اما ضمائر. طيب تعال نتكلم النهارده بالتفصيل عن مين؟ عن ايوه البروناونز اللي هي الضمائر. ايه انواع الضمائر؟ قال لي الضمير طبعا هو اللي بيحل محل الاسم. كل دي اللي موجوده على الشاشه قدامك دي اسمها ضمائر. ايه انواعها؟ هنتكلم عنهم بالتفصيل وناخد مع بعض حاجات كتير جدا النهارده هتفرق معانا جامد جدا. طيب تعال نتكلم عنها. اول حاجه اللي هو subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل. ايه ضمائر الفاعل؟ قال لي ضمائر الفاعل بتوضع فين؟ اول الجمله اللي احنا بنحطها ايه؟ قبل الفعل. اول الجمله قبل الفعل، يبقى ضمير الفاعل اللي اسمه subject pronoun بحطه فين؟ في اول الجمله قبل الفعل. اول الجمله قبل الايه؟ قبل الفعل. ايه انواع ضمائر الفاعل؟ على فكره في ناس بتسميها personal pronouns، الضمائر الشخصيه هي السبجكت pronouns. اول ضمير فاعل عندي حاجه اسمها الاي. اي بمعنى ايه؟ ايوه زي ما حبايبي قالوا بمعنى انا، يبقى اي بمعنى ايه؟ انا. في عندنا يو بمعنى انت، وفي عندنا هي بمعنى هو، وفي عندنا شي بمعنى ايه؟ بمعنى هي، وفي عندنا ات هو او هي بس ايه؟ لغير العاقل. في عندنا وي بمعنى نحن، في عندنا يو بمعنى انتم او انتن، انتم او انتن. في عندنا they بمعنى هم او هن، هم او هن. يبقى دي كده ضمير مين؟ ضمير الفاعل. مكانه فين؟ اول الجمله قبل الفعل. اول الجمله، برافو عليكم، قبل الايه؟ قبل الفعل. في مشكله؟ طيب جميل جدا. اللي بعدها حاجه اسمها الاوبجكت بروناونز اللي هي ضمائر الايه؟ المفعول. ايه ضمائر المفعول دي يا شباب؟ ضمائر المفعول دي بنحطها فين؟ قال لي بعد الفعل. يبقى ضمائر الفاعل قبل الفعل، ضمائر المفعول بعد الفعل. دول قبل الفعل، دول بعد الفعل. عندي ضمير اي، ضمير المفعول بتاعه مي. يعني ايه يا مستر ايمن لما اجي اقول لك احمد visited me؟ احمد هنا فاعل، اللي هو لو انا حبيت اشيل احمد احط مكانه هي، يبقى هي visited me، هو زارني. يبقى اذا مي هنا ضمير ايه؟ ضمير مفعول جه بعد مين؟ بعد الفعل. ضمير المفعول من يو هو يو. ضمير المفعول من هي هو هم. I met him in the club، انا شفته او انا قابلته في النادي. she هتبقى her، it هتبقى it زي ما هي، we هتبقى us، you هتبقى you، they هتبقى them. يبقى ده ضمير فاعل اهو قبل الفعل، ضمير مفعول بعد الفعل، قبل الفعل بعد الفعل. الحاجتين اللي جايين دلوقتي اللي احنا هنقولهم مهمين جدا. مين هما؟ حاجه اسمها البوسيسيف adjectives اللي هي صفات الملكيه، وفي عندنا حاجه اسمها البوسيسيف pronouns اللي هي ضمائر الملكيه. ايه الفرق ما بينهم؟ الاثنين بوسيسيف، الاثنين ملكيه. يا ترى هعرف افرق ما بينهم ازاي؟ سهله وبسيطه. صفات الملكيه لازم يجي بعدها اسم الحاجه اللي بيمتلكها الشخص. اسم الحاجه اللي بيمتلكها ايه؟ الشخص. لما اجي اقول لك قلمي تبقى اسمها ماي ايه؟ ماي بن. اوكي؟ ماي بن. لما اجي اقول لك كتابك
تبقى اسمها ايه؟ your book. لما اجي اقول لك تليفونه يبقى his phone. وكده يا شباب يبقى اذا ضمائر الملكيه بتختلف عن صفات الملكيه. صفات الملكيه بعدها اسم. here ده صفه الملكيه بتاع المؤنث اللي هو she. لما اجي اقول لك her sister اختها. خلاص. its tail ذيلها. لما نيجي نتكلم عن قطه او كلب او كده اقول لك its tail ذيلها. اوكي. our وليكن مثلا our school مدرستنا. في عندنا your father their school their country. يبقى اذا دول كده بعدهم ايه؟ بعدهم اسم. بعدهم ايه؟ اسم. طب ضمائر الملكيه ايه بقى؟ ضمائر الملكيه يا حبايبي، ضمائر الملكيه من الاخر بتيجي في الاخر. دي بتبقى دايما او في الغالب اخر الجمله، ما بيجيش بعدها اسم. لا ياتي بعدها اسم. لما اجي اقول لك القلم ده بتاعي اقول لك this pen is mine. هذا القلم ملكي. يبقى mine يعني ملكي. طيب yours يعني ملكك. خلاص؟ ملكك. اوكي؟ his يعني ملكه. hers ملكها. its ملكه أو ملكها لغير العاقل. ours يعني ملكنا. yours يعني ملككم. خلاص. theirs يعني ملكهم. خلاص. يبقى عرفنا كده ضمائر الملكية وصفات الملكية. ضمائر الملكية وصفات الملكية. في عندنا آخر نوع من الضمائر حاجة اسمها الريفلكسيف بروناونز. اسمها الريفلكسيف ايه؟ بروناونز. يعني ايه ريفلكسيف بروناونز؟ قال لي معناها ضمير منعكس. يعني ايه ضمير منعكس؟ الضمير المنعكس يا شباب دايما بيعود على الشخص نفسه. انا عملت واجبي، مين اللي ساعدني؟ مستر انا عملت الواجب بنفسي. يبقى اذا ضمير المنعكس بتاع I اسمه myself. يعني ايه myself؟ يعني بنفسي. اوكي. طيب yourself يعني ايه؟ يعني بنفسك. himself يعني بنفسه. herself يعني بنفسها. itself بنفسه أو بنفسها بس لغير العاقل. ourselves يعني بنفسنا. yourselves يعني بنفسكم. themselves يعني بنفسهم. يبقى نقولهم كده باختصار. ضمائر الفاعل اهو، ضمائر الفاعل اول الجمله قبل الفعل. ضمائر المفعول بعد الفعل مباشره. صفات الملكيه بعدها اسم. ضمائر الملكيه قلنا في اخر الجمله بس ما بيجيش بعدها اسم. الضمائر المنعكسه اللي بيعود على الشخص ايه؟ على الشخص نفسه. في اي مشكله في الكلام ده؟ اتمنى الجزئيه تكون مهمه جدا. خد سكرين، هبعد عن الشاشه، خد سكرين شوت من الايه؟ من الكلام الموجود عشان ده مهم جدا جدا جدا. تمام؟ اوكي يلا نكمل. في عندنا بعد كده يا شباب هناخد كل حاجه بالتفصيل وهنتدرب وهنحل كميه اسئله كتير جدا لغايه ما ايه بالنسبه لي الضمائر يبقى مشكلته انتهت تماما. اول حاجه هنتكلم عن السبجكت بروناون اللي احنا قلنا ضمائر الفاعل. ايه ضمائر الفاعل؟ احنا قلنا اول حاجه ضمير الفاعل اللي هو اي. يعني اي بمعنى انا. هي يعني هو. شي بمعنى هي. ات هو او هي بس لغير العاقل. يو بمعنى انت او انتم. وي بمعنى نحن. they بمعنى هم. طيب احنا اتفقنا على ضمير الفاعل فين؟ اول الجمله.
اول الجمله قبل الفعل. امير is a boy. امير انا بتكلم عن امير، لما اجي اعوض عنه بضمير بقول عليه ايه؟ هي. بقول عليه هي. منى بتكلم عن منى، لما اجي اتكلم عنها بشيل منى واحط شي. ذا باروت الببغاء او البغبغان، طبعا ده غير عاقل مش هينفع ولا هي ولا شي، يبقى اذا انا هتبقى مين؟ هتبقى ات. You are happy. You smile. We طبعا في اول الجمله زي نفس الكلام لما اجي اتكلم عن علي واحمد، يبقى في الحاله دي اسمهم كده ايه؟ ضمائر الفعل، او قلنا ليهم اسم تاني اسمهم personal pronouns. كده يا شباب؟ طيب تعال نشوف بعد كده ضمائر المفعول. ايه ضمائر المفعول؟ اي ضمير المفعول بتاعه اسمه مي. يا ترى امتى بستخدم ضمير المفعول اللي هو مي؟ احنا قلنا ضمير الفاعل اي ضمير فاعل بحطه قبل الاسم، مي بعد الايه؟ سوري، قبل الفعل، وده بعد الفعل. يبقى اي لما اجي اتكلم عن نفسي اي انا بتكلم عن نفسي، لكن لما اقول لك احمد فيزيتد مي، احمد زارني، يبقى هنا مي ده ضمير مفعول. اهو اي جت في الاول. I obeyed my father. He gave ادي هي، وادي الفعل، وادي المفعول اللي هو مي. يبقى كده فهمنا ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. هي ضمير المفعول بتاعه اسمه هم. علي هلبت احمد. علي ساعد مين؟ ساعد احمد. هي اللي هو يقصد بها علي اعطاله، يبقى he give him اللي هو يقصد بيها he give احمد، هو اعطى لاحمد ابن، اعطاه. خلاص هنا معناها اعطاني. she ضمير المفعول بتاعها اسمه her. I give نهى a present. I give her a pen. انا اديت لها قلم. it ضمير المفعول بتاعه it زي ما هو. I play tennis every week. I play it at the club. you ضمير المفعول بتاعها you برضو. you helped me. I will help you. هتساعدني هساعدك، او ساعدتني انا هساعدك ان شاء الله. we ضمير المفعول بتاعها اسمه us. we got high marks. the teacher thanked us. احنا حصلنا على الدرجات النهائية. التيتشر ماله؟ شكرنا. they هتبقى ضمير المفعول بتاعها اسمه ايه؟ اسمه them. طيب ما تيجي ناخد اكسرسايز على الكلام ده، هنشوف نفسنا فاهمين ولا مش فاهمين. طيب تعالوا يلا نبدأ نشوف الاكسرسايز بتاعنا على الجزئية دي. Do you know the man؟ هل انت عارف الرجل ده؟ اوكي؟ Do you know عايز اقول لك هل انت عارفه؟ انا بتكلم عن مين؟ عن that man، الرجل ده. يبقى واضح كده الراجل ده هي. تمام؟ حلو قوي، بس انا عايزه هنا بعد الفعل. يبقى انا عايز مين هنا؟ عاوزين اللي هي الاوبجكت بروناون. ايه الاوبجكت بروناون؟ اللي هو ضمير مفعول. ضمير المفعول زي مين؟ ات طبعا لا، ده غير عاقل. ماشي؟ هم شغال بس مش هنختار دلوقتي. هير ده للمؤنث. اس ليه؟ احنا بنتكلم عن الرجل. ما دام بنتكلم عن الرجل هيبقى ايه الاجابه الصحيحه؟ برافو عليكم زي ما انتوا قلتوا بالظبط. هتبقى مين؟ الاجابه هتبقى هم. اوكي يا شباب؟ طيب my friend and I صاحبي وانا have money معانا فلوس. الحمد لله انا وصاحبي معانا فلوس. can go shopping. مين اللي هيقدر يتسوق؟ صاحبي ولا انا ولا احنا الاثنين؟ اكيد بالزي، مش هما. ده صاحبي وانا معاه كمان. مش هنختارها غير لما نشوف. هي لو صاحبي لوحده هيروح يتسوق. يو انت. يبقى كده الاجابه الصحيحه مين؟ برافو عليكم زي ما انتوا قلتوا بالظبط. هتبقى مين؟ هتبقى وي. احمد اند اياد. احمد واياد ار ليت، هما الاثنين مالهم؟ متاخرين. شود هاري، مين اللي يجب ان يسرع؟ هو هي. ده لو احمد لوحده شكرا مش هتنفع.
طيب انا مالي بالليله دي احمد واياد، انا هسرع ليه ولا هجري ليه؟ طيب نحن، انا مش معاهم يا مستر ايمن، ايه اللي هيخليني امال مين الاجابه الصحيحه؟ تمام، برافو عليكم زي ما انتوا قلتوا، تمام بالظبط. يبقى الاجابه الصحيحه مين؟ they. الجمله اللي بعدها she gave a birthday gift. هي اعطت مين هديه عيد ميلاد؟ اعطت مين هديه عيد ميلاد؟ I really like it. انا فعلا حبيتها. ايه ده؟ يبقى اديت لحد تاني؟ يعني معقول في عيد ميلاد حد تاني انا شكرتها عشان اديت له هديه؟ لا انا مالي، لو اديتني انا ماشي. يبقى اذا she gave me. تمام، she gave me. ولا هير، لا طبعا، ولا him، ولا us. يبقى اذا هتبقى مين الاجابه الصحيحه؟ she gave me. Elephants are very big. الافيال بتكون ضخمه جدا. So eat a lot of food. لذلك مين اللي بياكل اكل كتير؟ it. طبعا الناس كتير جدا اول ما شافت elephants، مستر ايمن ده غير عاقل، يبقى هناخد مين؟ it. بس دول جمع يا حبايبي، انا ما قلتش elephant. لو قلت an elephant كان في الحاله دي هاخد it. شكرا. طيب هي، لا برضو دي جمع. ودي طب نحن، طبعا لا. هتبقى وي، لا برضو. الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى they. اوكي يا شباب. طيب question number 6. My brother is studying. اخويا بيذاكر because لانه ايه؟ has a test tomorrow. لانه هو عنده امتحان بكره. يبقى واضح كده مين اللي عنده امتحان بكره؟ she ولا it ولا هي ولا I؟ اكيد اخويا مش شي ولا غير عاقل ولا انا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ برافو عليكم زي ما انتوا قلتوا بالظبط. هتبقى الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى هي. السؤال اللي بعده do you feel okay؟ هل انت اوكي؟ هل انت كويس؟ can I help؟ هل يمكن ان انا اساعدك انت؟ يا ترى يبقى can I help ايه؟ ده احنا حافظين التعبير ده يا مستر ايمن، اللي هو can I help، مش us ولا them ولا him. الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى you. اوكي يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعده نمبر 8. My new friends are very friendly. اصدقائي الجداد بيكونوا ودودين. انا بتكلم عن مين؟ اصدقائي. I really like، انا فعلا بحبهم هم. يبقى اذا مش us، لان us دي بتعود على we. مي طبعا ده ضمير مفعول ليا انا. them هي دي الاجابه الصحيحه، برافو عليكم. you طبعا لا. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ ايوه برافو عليكم، هتبقى them. I need to find my book. انا محتاج الاقي الكتاب بتاعي. where did you put؟ انت حطيته فين؟ يبقى where did you put him؟ طبعا الكتاب ده غير عاقل. طبعا it شغال، here ده للمؤنث، us لينا احنا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى it. spiders have 8 legs. العناكب او العنكبوتات ليها 8 ارجل and also have many eyes. وكمان ليها عيون كتير. مين اللي هم العنكبوتات؟ ده يعتبر عن هم نحن؟ لا مستر، العنكبوتات هم they طبعا you انت، ولا I انا؟ اكيد العنكبوتات. لو عنكبوت واحد لو قال لي سبايدر كنا خدنا it، مفيش it حتى في الاجابات. اذا الاجابه الصحيحه الوحيده مين هنا؟ ايوه زي ما انتوا قلتوا بالظبط، هتبقى they. I am busy right now. انا مشغول. could you please call؟ من فضلك ايه ده انت عارفينها، please call me ده احنا عارفينها. يبقى call ايه؟ call me after an hour. question number 12. he gave me the box. هو اداني الصندوق but lost it. هو اداني الصندوق، مين اللي فقده؟ هو الصندوق مع مين دلوقتي؟
ايوه يا مستر معايا انا ودهوني. يبقى مين اللي فقد الصندوق؟ اي انا ولا هي هو؟ والصندوق معايا. ولا وي نحن ولا شي هي؟ ودهوني انا. ضمير الفاعل بتاع مي هو مين؟ هو الضمير I. تمام يا شباب؟ Question number 13. We gave him the money and he gave the candy. ادينا له الفلوس، ادانا الحلويات. يبقى هنا في الحالة دي هو ادى لمين؟ أعطى لنا ولا أعطى لك ولا أعطى لهم ولا أعطى له؟ تمام. يبقى إذن هو إحنا اللي ادينا له الفلوس. يبقى هيدي لمين الكاندي؟ هيدينا إحنا. يبقى إذن دي لأ ودي لأ ودي لأ. الإجابة الصحيحة مين؟ He gave us. Question number 14. I never eat unhealthy food. أنا ما باكلش أكل غير صحي أبدا. Because isn't healthy. لأنه مش صحي. واضح كده أنا بتكلم عن مين؟ عن unhealthy food، الطعام الغير صحي. it غير عاقل فعلا. ولا هي هو ولا اي انا ولا شي هي. اكيد الاجابه الصحيحه مين؟ تمام زي ما انتوا قلتوا اللي هو بيعود على it. Question number 15. سؤال رقم 15. Who is she؟ مين هي دي؟ Do you know؟ عايز اقول لك هو انت تعرفها؟ Do you know him؟ لا انا بتكلم عن she. انا عايز ضمير مفعول لشي. ايوه زي ما انت قلت بالظبط. هم مش هتنفع. here ولا it ولا us. اكيد هتبقى ايه؟ هتبقى here. My sister isn't here. اختي مش هنا. is at work. هي بتكون في الشغل. انا عايز ضمير كده. ايوه برافو عليك زي ما انت قلت بالظبط. انا عاوز ضمير فاعل. ضمير فاعل. هي ده اختي دي مؤنث مش هتنفع هي. اي انا لا طبعا. وي نحن لا. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى she. Dinosaurs were very large. ديناصورات كانت ضخمه جدا. But all died millions of years ago. احنا بنتكلم عن dinosaurs اللي هي جمع مش هتنفع it طبعا. they ولا وي نحن ولا يو انت. اكيد الاجابه الصحيحه مين؟ لانها جمع هتبقى they. could you please help؟ هل ممكن تساعدني؟ انا عندي مشكله. يبقى هنا تساعد مين؟ تساعدها هي؟ لا واضح كده انا اللي عندي. يبقى اذا could you please help مش هم طبعا ولا it. يبقى help me. اوكي. Dad watched the children carefully. Dad شاهد الأطفال بعناية as crossed the road. هم وبيعبروا أو بيعدوا الطريق. مين اللي بيعدوا الطريق؟ اللي هم the children. يا ترى هم مين؟ they ولا we نحن؟ احنا ما عديناش يا مستر أيمن. ده هم الأطفال. ولا هي هو ده جمع أصلا. ولا I. في الحالة دي هتبقى مين؟ أيوه زي ما أنتوا قلتوا بالظبط هتبقى they. help mom at home. me ولا I ولا طبعا مي هنا ضمير مفعول مش هتنفع. أنا عايز ضمير فاعل. us برضو نفس الكلام ضمير مفعول. ده ضمير مفعول. واضح كده مفيش غير حاجة واحدة بس لضمير فاعل. لا مين؟ اللي هي I. اوكي يبقى احنا كده الاكسرسايز اللي احنا خدناه وحليناه مع بعض بيتكلم عن مين؟ ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. ضمائر الفاعل وضمائر الايه؟ المفعول. تعالى نكمل بقى ونشوف اللي احنا هنكمله اللي هو مين دلوقتي؟ اللي هي البوسيسيف ادجكتيف. يعني ايه بوسيسيف ادجكتيف؟ اللي هي صفات الملكية. يعني ايه صفات الملكية؟ اولا عندي قلنا دي بعدها اسم. كل دول كده ايه؟ بعدهم اسم. يبقى صفات الملكيه دايما بيجي بعدها ايه؟ بعدها اسم. ماي بن اهو. ماي كار. يبقى ضمير صفه الملكيه بتاعت اي اسمها ماي. صفه الملكيه بتاعت هي اسمها هيز.
صفة الملكية بتاعت she اسمها her. صفة الملكية بتاعت it اسمها its. you هتبقى your. we هتبقى our. they هتبقى their. بس لازم يجي بعدهم ايه؟ بعدهم اسم. احنا قلنا هنا his mobile. لما اقول لك her dress فستانها. The cat is hungry. Where is its food؟ فين اكلها؟ فين طعامها؟ You have a house. Your house is big. يبقى هنا عرفنا دول صفات الملكية بيجي بعدهم اسم. بيجي بعدهم اسم. يبقى صفات الملكية دايما بيجي بعدها اسم. طيب امال احنا لسه قايلين في شبههم قوي حاجة اسمها ايه؟ ايوه possessive pronoun. ضمائر الملكية. ايه ضمائر الملكية دي يا شباب؟ جميل جدا. هو نفس الكلام بمعنى ملكي او ملكك او ملكك او ملكهم او ملكنا، بس ما بيجيش بعدها اسم، وفي الغالب بتبقى في الاخر. ضمير الملكية بتاعه اسمه mine. This pen is mine. he هتبقى his. here هتبقى hers. it هتبقى its. you هتبقى yours. we هتبقى ours. they هتبقى theirs. I have a white car. أنا عندي عربية بيضة. The white car is mine. العربية البيضة دي بتكون ملكي. I took أحمد's camera. This nice camera is his. الكاميرا اللطيفة دي ملكه. قلنا hers ملكها. it's ملكه أو ملكها لغير العاقل. yours ملكك لغير العاقل. ours قلنا yours دي هنا للضمير ملكية ليو ليك أنت، لكن اتس هنا لغير عاقل. يورز ملكك أو هنا للضمير مين؟ للضمير يو. وي هتبقى ours. زي هتبقى theirs. يبقى كده عرفنا الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية. صفة الملكية بعدها اسم. ضمائر الملكية دايما في الغالب بتبقى في آخر الجملة، بس الأساس إن هو ما بيجيش بعدها اسم زي ما انتوا بتقولوا بالظبط. طيب تعالى هناخد اكسرسايز على الجزئيه دي كمان. ايه ده مستر امين؟ كل حاجه اكسرسايز؟ احنا قلنا اهم شيء ان انا اطبق على اللي اتشرح. عود نفسك اي درس اخدته اذاكره احل عليه، كده عمره ما هيتنسي. يعني خليك عندك ايه؟ اصرار وعزيمه. انا لازم اتعامل مع الانجليش كلغه مش كماده هنجح فيها، لان انا هتعامل كماده هنجح فيها سوري كله بينجح لو انا ذاكرت شويه وكده، لكن لازم اعمل براكتايزنج، لازم اعمل ممارسه تدريب على طول. اتكلم، اتفرج على افلام اجنبيه، احاول ان انا اسمع اغاني، انزل الليركس بتاعت الاغنيه واكرر مع الايه؟ مع الاغنيه، بحيث ان الدنيا تبقى ايه؟ افضل معانا بكتير. Is this your pencil؟ هو القلم الرصاص ده بتاعك؟ قال له يس اتس بنسل. عايز اقول له قلم الرصاص، يبقى هنا دي بعدها اسم. يبقى انا عاوز مين؟ ايوه اكسلنت. تمام. يبقى هنا عايز صفه ملكيه. مي لا ده ضمير مفعول. ماين دي بتبقى في الاخر. تمام معايا؟ طب دي شكلها هي يا مستر ايمن ماي بنسل. اي طبعا لا. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ برافو عليكم الناس اللي بتجاوب معانا، تبقى ماي بنسل. They have two umbrellas. هم عندهم شمسيتين. They are umbrellas. برضو دي بعدها اسم. يبقى هنا عايز ايه يا شباب؟ عاوز صفة ملكية للضمير مين؟ للضمير they. طبعا theirs دي المفروض بتبقى في الاخر، ده ضمير ملكية. our هو احنا بنتكلم عن زي مش، وهير دي للمؤنث المفرد هتبقى their umbrellas. زياد has a green pencil. زياد عنده قلم رصاص لونه اخضر. اتس هنا في الاخر مفيش بعدها اسم، يبقى انا عاوز ايه؟ ايوه برافو عليك، عايز ضمير ملكيه. ضمير ملكيه. هيرز ده ضمير ملكيه بس للمؤنث، انا بتكلم عن زياد. تمام. طيب هيز شغال، بس مش هنشوفها غير لما اقول او اشوف الاجابات كلها. ماين ده ملكي انا. مي ده ضمير مفعول مش هينفع. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى هيز.
اوكي. This book belongs to me. القلم ده بيخصني. It's ايه؟ ملكي انا. يعني ايه ملكي بقى؟ It's his. لا ده ملكه هو كده. It's hers ملكها هي. يبقى it's ايه؟ It's mine. اوكي؟ لكن لو هنا كان it's my book، لو في my book كان يمشي ناخد my. اوكي يا شباب؟ طيب الجملة اللي بعدها ريم has a ball. ريم عندها كرة. It's دي كرتها. يبقى إذا هنا أنا بتكلم عن ريم. هز دي للمذكر، هير للمؤنث، ماي ده ليا أنا، اور دي ملكنا إحنا. يبقى إذا الإجابة الصحيحة مين؟ برافو عليكم زي ما أنتوا قلتوا هتبقى هير. Your bag is red. شنطتك لونها أحمر. But is black. لكن عايز أقول لك شنطتي أنا لونها أسود. يبقى ماي ولا مي ولا ماين ولا يور. طيب هنا مستر ايمن انا بصراحه الجمله دي حلوه قوي، اخترت ماي. ليه يا حبيبي؟ عشان ده عايز اقول لك شنطتي. لا كان لازم يكون بعدها اسم، يقول لك ماي باج. يعني دي مش هتنفع للاسف، دي مش هتنفع. طيب مي، لا دي ضمير مفعول. لا وانا عايز هنا عايز ضمير ملكيه. ماين شغال. يور انا بقول لك شنطتي، انا بتكلم عن شنطتي، لكن شنطتك لونها احمر لكن شنطتي انا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى برافو عليكم ماين. علي on the bike. علي يمتلك دراجه. اتس عايز اقول لك انها درجته. اتس ايه؟ هنا في اسم. يبقى انا عاوز ايه؟ possessive adjective صفه ملكيه. يبقى هنا في الحاله دي انا بتكلم عن علي، يبقى اوتوماتيك هاخد مين؟ مش ماي ولا هير ولا اور. يبقى الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى his. السؤال اللي بعده I have a blue jeans. انا عندي جينز ازرق. they are ايه؟ ده بتوعي انا ملكي انا. يبقى ماي، لا ده هتبقى ماي جينز، مش هتنفع ماي. مي ده ضمير مفعول. ماين شغال. هز مش هتنفع. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ تمام، برافو عليكم الناس اللي تجاوب معانا ومركزه قوي. هتبقى ايه؟ هتبقى ماين. This is our house. البيت ده بتاعنا، ملكنا احنا. our. يبقى اتس ايه؟ واضح كده احنا عايزين ضمير ملكيه، وضمير الملكيه قلنا بيجي في الاخر. اتس ايه؟ زيرز. يا عم ده مش ملكهم هم، ده ملكنا احنا. ولا اس ده ضمير مفعول. طب اور ده صفه ملكيه، مش هتنفع ولا دي تنفع. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى ours. They have a big house. هم عندهم بيت كبير. It's هم عندهم they. يبقى في الحالة دي مش هتنفع us ولا ours ولا their. يبقى إذا الإجابة الصحيحة مين؟ الإجابة الصحيحة theirs. This is our house. البيت ده بتاعنا، ملكنا إحنا. يبقى اتس ايه؟ ملكنا. ده عايز ضمير ملكيه بتاع الوي اللي هو مين؟ يورز ده بتاع يو. اورز دي شغاله. ماين ده ملكي انا. اور ملكنا نحن، بس لازم بعدها اسم لان ده كده صفه ملكيه. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ برافو عليكم اورز. تعال نشوف دلوقتي احنا هنتكلم عن مين؟ عن حاجه اسمها الريفلكسيف بروناون. يعني ايه ريفلكسيف بروناون؟ ضمير منعكس، بينعكس على الشخص نفسه. انا عملت واجبي بايه؟ بنفسي. سهى طبخت بايه؟ بنفسها. مثلا اصحابي راحوا جنينه الحيوانات، تمام، بنفسهم. يبقى في الحاله دي انا بتكلم عن حاجه او ضمير بينعكس على اللي هو الفاعل بتاعي. اي يعني انا. لما اجي اقول لك انا عملت الحاجه بنفسي تبقى اسمها ايه؟ ماي سيلف.
طيب هي هتبقى himself. she هتبقى herself. it هتبقى itself. you هتبقى yourself لو مفرد. you لو جمع هتبقى yourselves. عملت ايه هنا؟ لما بنجمع الاسم اللي بينتهي باف او اف اي بنحذف الاف ونضيف في اي اس. we هتبقى ourselves. they هتبقى themselves. اوكي؟ يبقى اذا هنا I design my worksheet by انا عملت الورك شيت بايه؟ بنفسي. خلاص؟ طيب محمد broke the TV by محمد كسر التلفزيون بايه؟ ايوه بنفسه. يبقى himself. عشان مين الفاعل؟ محمد. she اتفقنا ما دام هي اللي بتعمل الحاجه she made the cake herself. عملت الكيك بنفسها. it هتبقى itself لان هنا بنتكلم عن the cat. stop blaming yourself توقف عن لوم نفسك. لما نقول you must do the homework by yourselves لازم تعملوا واجباتكم بنفسكم. we donated the money ourselves احنا تبرعنا بالفلوس بنفسنا. they هتبقى themselves. طيب تعال ناخد اكسرسايز على الكلام ده. علي wasn't careful and cut. علي ما كانش حريص وعور مين with the knife. اكيد هيبقى جرح نفسه. يعني ايه نفسه يا مستر ايمن؟ علي مش هينفع myself يعني بنفسي. طيب علي جرح نفسه. هي دي يا مستر انا حاسس هي الاجابه دي. ولا itself علي طبعا itself لغير العاقل. ourselves بنفسنا. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ زي ما احنا شايفين الاجابه هتبقى مين؟ himself. Did you enjoy؟ هل انت امتعت نفسك؟ يا ترى yourself ولا herself ولا himself ولا itself؟ اولا itself لغير العاقل. وهنا انا بقول لك انت. خلاص؟ يبقى herself برضو لا وhimself لا. هيبقى مين؟ yourself. اوكي؟ بتكلم عن مين بعد كده؟ الجمله اللي بعدها زي بنتكلم عن مين؟ عن الكاتس. cats can get clean by licking. القطط بتنظف نفسها. عايز اقول لك بنفسها. يعني ايه بنفسها؟ القطط دي طبعا غير عاقل بس دي جمع مش مفرد. لو كان كات كنا خدنا itself. لكن ما دام هنا كاتس هتبقى مش ourselves بنفسنا ولا بنفسك ولا بنفسكم. يبقى اذا هنا هتبقى ايه؟ تمام زي ما انتوا قلتوا بالظبط هتبقى themselves. رنا احنا بنتكلم عن مين كده؟ رنا burned. عايز اقول لك حرقت مين؟ اكيد while she was cooking. رنا طبعا شاطره قوي فحرقت نفسها. اكيد هنا himself ده مع الهي مع المذكر. herself هي دي الاجابه الصحيحه ما اخبيش عليكم. yourself بنفسك ولا yourselves بنفسكم. ما دام رنا هتبقى ايه يا شباب؟ برافو عليكم الناس اللي بتجاوب معانا. تبقى herself. can you teach to play the piano؟ هل تعرف تعلم نفسك انك تعزف بيانو؟ يبقى yourself ولا him؟ لا مش him خالص لان مفيش اسم ولد. herself مفيش اسم بنت. itself مفيش حاجه غير عاقل. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هل تعرف تعلم نفسك؟ yourself. I introduce أنا بقدم مين؟ أنا اللي بقدم. هقدم نفسك ولا نفسي ولا نفسه ولا نفسها؟ يبقى أنا بعرف نفسي to my new classmate. يبقى احنا عارفين قوي إن ضمير المنعكس بتاعها اسمه إيه؟ myself. فريد always asks. فريد دايما بيسأل نفسه. يبقى إذا هنا فريد مذكر. هيبقى مين الإجابة الصحيحة؟ herself لأ ولا itself ده غير عاقل ولا yourself بنفسك. إذا الإجابة الصحيحة مين؟ himself. اوكي السؤال اللي بعده. معلش احنا واخدين أسئلة كتير عشان إيه؟ هعودكم على حاجة. طول ما احنا بنشرح حاجة
على مواقع التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب او على التيك توك او اي معلومه هنديها وافيه، مش هنسيب حاجه مش هنقولها. هدي لك اكسرسايز كتير، هتحل اكتر، هتتابع معايا. السؤال اللي بعده، سونيا كلينز هير روم. سونيا بتنظف اوضتها بايه؟ بهم سيلف يا مستر ايمن. سونيا مش مذكر ولا ات سيلف يا مستر ايمن. سونيا مش غير عاقل. هير سيلف شغاله مستر. يور سيلف بنفسك لا. يبقى انا كده عرفت الاجابه اللي هي مين؟ هير سيلف. علي. خلاص احنا عرفنا يا مستر ايمن، سهل جدا الجزئيه بتاعت الضمائر المنعكسه. علي ميد ذيس تيبل باي ماي سيلف. ماي سيلف لا، مش انا اللي عملت ده، علي عملها بنفسك ولا بنفسه ده غير عاقل ولا بنفسه اللي هي هيم سيلف. يبقى اكيد هتبقى هيم سيلف. اوكي. وي انجويد. نحن، عايز اقول لك احنا متعنا نفسنا. نحن هتبقى اسمها ايه؟ themselves. لا ده them دي مع they. yourselves دي مع اليو. yourself مع اليو المفرد. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ هتبقى ourselves. يا ترى لا قدر الله فاهمين حاجه؟ تمام، برافو عليك. انا سامع ناس بتقول الحمد لله فاهمين. I made this table by. انا عملت الترابيزه بنفسي انا. يبقى my self ولا your self لا. يبقى في الحاله دي هتبقى مين؟ زي ما احنا قلنا، يبقى انا ما دام انا اللي عملت الترابيزه يبقى عملتها بايه؟ بنفسي. يعني ايه بنفسي يا ترى؟ هتبقى ايه؟ زي ما اصحابي قالوا هتبقى my self. طيب تعالى بقى نعمل حاجه لذيذه قوي. احنا خدنا ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، ضمائر صفات الملكيه، ضمائر الملكيه، وخدنا الضمائر المنعكسه. ايه رايك نعمل جنرال ريفيجن؟ هنعمل جنرال ريفيجن على كل اللي احنا قلناه. تمام؟ طيب يلا ركز معايا، هات ورقه وقلم، هات كشكولك وابدا جاوب واسمع اجابتي وافهم ليه. تمام؟ طيب يلا نبدا سؤال الاسئله الجنرال على مراجعه الجزء الاول من محاضره التاسيس. تابعوني، وما مش عايز حد يتكاسل ويكبر دماغه، ما تتفرجش على الفيديوهات، تابع وشير لاصحابك للاستفاده يا شباب. اوكي. question number 1. مروان is my uncle. مروان ده بيكون عمي. is a doctor. يا ترى هو بيكون دكتور he is a doctor ولا his؟ طبعا his هنا دي صفه عايزه بعدها اسم، اللي هي صفه ملكيه، فدي مش هتنفع. him ده ضمير مفعول. تمام؟ here ده للمؤنث. اذا الاجابه الصحيحه مين يا شباب؟ برافو عليكم، زي ما انتوا بتقولوا بالظبط. مروان اكيد هيبقى مين؟ هيبقى he. question number 2. طارق is his cousin. طارق بيكون ابن عمه. today is النهارده عيد ميلاده. عيد ميلاده هو. يبقى today is his birthday. he birthday ولا his؟ طبعا his. him طبعا دي ضمير مفعول. here ده للمؤنث. يبقى اذا هنا هيبقى مين؟ هيبقى his birthday. clap for the football players. سقفوا للاعيبه كره القدم. هم بيلعبوا كويس. احنا بنتكلم عن الفوتبول بلايرز، لعيبه كره القدم. عايز اقول لك هم، يعني هم بقى تمام. يبقى اسمها ايه؟ اسمها زي الفل، هتبقى مش theirs ولا their ولا them، هتبقى they. يبقى عرفنا الاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ they played very well. اوكي. throw the ball to. ارمي الكرة لمين؟ I am waiting. أنا منتظر، أنا مستنيك ترميها لي. يبقى أنت هترمي الكرة لمين؟ ليه هو ولا ليه هي ولا ليه أنا؟ أكيد throw the ball to. طبعا my لأ ولا mine لأ. إذا throw the ball to me. ارمي لي الكرة. هدى is their grandmother. هدى بتكون جدتهم. She loves so much. هي بتحبهم جدا.
بتحب مين هدى؟ she loves our ولا she loves us ولا she loves their ولا she loves them؟ انا عايز هنا مين؟ عاوز ضمير مفعول. طبعا هنا our دي صفة ملكية مش هتنفع. us ده ضمير مفعول بس مع نحن. their طبعا دي صفة ملكية. يبقى إذا هنا الإجابة الصحيحة مين؟ برافو عليكم زي ما انتوا قلتوا. إذا الإجابة الصحيحة she loves them. اوكي؟ هي السؤال اللي بعده. Our parents are proud of because we work hard at school. Our parents والدينا بيتباهوا مين؟ بيتباهوا بينا. يبقى proud of us ولا proud of we ولا proud of our دي طبعا بعدها اسم، طبعا هنا مش هتنفع we ولا بيتباهوا بيا، ده هما بيتباهوا بينا احنا عشان هنا في our parents والدينا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ ايوه برافو عليك هتبقى us. Grandfather arrives at 5 o'clock. جده هيوصل الساعة 5. Let's go to meet. تعالوا نروح نقابله هو. برافو عليكم. يبقى his طبعا دي صفة ملكية. طبعا to meet him ولا to meet me ولا to meet her. أكيد هنروح نقابل جده يبقى to meet him. السؤال الثاني. Question number 8. The radio belongs to my mother. اللاسلكي ده او الراديو ده بيخص مامتي. اتس ايوه ملكها مفيش بعدها اسم، يبقى انا عايز ضمير ملكيه. ضمير ملكيه لا مش ده ضمير، ده احنا قلنا ده يبقى ضمير ايه؟ ده اسمه صفه ملكيه فمش هينفع. هز طبعا ماما مش هتنفع هز عشان ماما مؤنث. ماين ملكي يبقى اكيد هيرز انه ملكها. طيب I live in Alexandria with parents. انا اللي بعيش مع عيلتي انا. يبقى هنا في ناون في اسم عندي. يبقى اذا هنا عايز صفه ملكيه اللي هي ماي وهز وهير. يبقى انا بعيش مع مين؟ مع I parents ولا ماي ولا مي. طبعا ضمير مفعول. ماين ضمير ملكيه يبقى my parents. منير and هاني are twins. منير وهاني بيكونوا توأم. sister is called رضوى. اختهم اسمها رضوى. عايز اقول لك هنا بعدها اسم. مين اللي هو بعده اسم؟ اللي هو ايه؟ ضمير ولا صفة؟ صفة الملكية. صفة الملكية لا ده ضمير فاعل. دي ضمير قلنا ملكية. هنا عايزين صفة ملكية. لا دي مستر ايمن هي الاجابة الصحيحة. دي الإجابة الخاطئة. يبقى هنا في الحالة دي هتبقى their. These are their bags. دي الشنط بتاعتهم. يبقى they are ايه؟ احنا بنتكلم عن their bags شنطهم. يبقى الشنط دي بتخص مين؟ بتخصهم هم. يبقى their لا ده مفيش بعدها اسم. زي لا زم لا. يبقى في الحالة دي هتبقى مين؟ هتبقى theirs اللي هي ضمير الملكية. This pen belongs to عادل. القلم ده بيخص مين؟ بيخص عادل. It's عايز اقول لك قلمه يبقى his he is دي. طبعا دي his دي اختصار لكلمة he is يعني هو يكون. ولا he طبعا مش هو قلم ولا it's. ما دام هنا في اسم يبقى انا عايز صفة ملكية اللي هي مش هم اكيد. اذا الاجابة الصحيحة هتبقى his pen. Question number 13. The house belongs to us. البيت ده بيخصنا. يبقى عايز اقول لك انهم ملكنا. ملكنا نحن. يبقى في الحالة دي هتبقى ايه؟ ours ولا his. طبعا مش his ملكه ولا mine ملكي. هو بيخصنا كلنا. ولا hers. اذا الاجابة الصحيحة زي ما احنا قايلين هتبقى مين؟ ours. The football is الكرة دي مالها؟ عايز اقول لك ملكي. But tennis racket is my sister's. لكن مضرب التنس ده بيكون ملك لاختي. يبقى كرة القدم بتكون ايه؟ ملكي انا. يعني ايه ملكي؟ my
ستر مش ماي يعني ملكي، لا، بس يقول لك ماي فوتبول يعني لازم يجي بعدها اسم. هير طبعا ده ملكها هي، ده their ملكهم هما، لازم تبقى هنا ايه؟ mine. Question number 15. My name is مصطفى. أنا اسمي مصطفى. Father is called أحمد. عايز أقول لك بابايا اسمه أحمد. I father ده احنا عارفينها ماي يا مستر، دي سهلة جدا. مي لأ، ماين لأ، تبقى my father. The pen doesn't belong to you. القلم ده ما يخصكش انت، مش بتاعك. It isn't مش قلمك. يبقى عايز اقول لك ايه؟ you pen لا، your pen ولا yours دي ما فيش بعدها اسم، ولا دي مش هتنفع لان هنا بنتكلم عنهم هما. I have got one sister. انا عندي اخت واحدة اسمها سلمى. يبقى عايز اقول لك اسمها his name لا ده للمذكر، their name دي للجمع، my name اسمي انا، يبقى اسمها هي، تبقى اسمها ايه؟ her name. This is her drum. دي الطبلة دي بتاعتها هي. it's ايوه ملكها. بس هنا ايه الفرق؟ her دي بعدها اسم عشان كده دي اسمها صفة ملكية، لكن هنا انا عايز مين؟ عاوز ضمير ملكية. ضمير الملكية بتاع شي اللي هو here بس اخرها اس. يبقى اذا الاجابة الصحيحة مين؟ دي لا، دي لا، دي لا، يبقى اذا هتبقى hers. My father is painting our house. بابايا دهن البيت بنفسه هو. يبقى herself ده مؤنث، ده بابايا. myself دهن البيت بنفسي، ولا دهن البيت بنفسه غير العاقل، يبقى اكيد هتبقى مين؟ هتبقى himself. اوكي يا شباب. Did a famous person draw that؟ هل الشخص المشهور رسم دي؟ or did you draw it؟ ولا انت رسمتها؟ يا ترى ايه؟ herself بنفسها، ولا yourself بنفسك، ولا myself بنفسي، ولا himself؟ اكيد دي لا، ولا دي لا، وherself برضو لا. اكيد انت، ممكن انت تكون هنا احنا بنتكلم عن you، انت تبقى اسمها yourself. My sister and I like taking photos of when we go out. اختي وانا بنحب نصور ايه؟ نفسنا. دايما طول ما احنا بره تيك تيك بنصور بعضنا او بنصور نفسنا. يعني بقى نفسنا my self ده بنفسي انا، themselves بنفسهم هما، our selves ماشي، herself لا. اذا الاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ ourselves. يبقى احنا كده النهارده حبايبي بدانا اول سيشن او اول محاضره في الكورس التمهيدي لطلبه الثانويه العامه. ومش بس طلبه الثانويه العامه، لو انت طالب في اعدادي، في ثانوي، عاوز تتعلم انجليزي ان شاء الله حتى تكون في جامعه وعندك مشكله في الاساسيات اللغه، النهارده بدانا ازاي نطلع الستيب باي ستيب، هنكون مع بعض درجه بدرجه. الى هنا انتهت حلقتنا الاولى في التاسيس او الكورس التمهيدي. ارجو نكون استفدنا وفهمنا نفرق ما بين الضمائر، ضمير الفاعل، ضمير المفعول، صفات الملكيه، ضمائر الملكيه، الضمائر المنعكسه. اتمنى نكون استوعبنا وفهمنا، في ان نلتقي في حلقه قادمه مع تكمله الكورس التمهيدي، واشوفكم على خير في محاضرات اخرى. يلا باي، سلام.